الشعب الراحل سيد الدرويش. جديدة لمهرجان همسة دورة سمراء الشاشة مديحة يسري، الفنانة العظيمة الكبيرة. ايه صحيح في الاتهام ده يا حسن؟ كان معي رسالة بالفعل سلمها لي الرئيس اسماعيل قبل وفاته، لكن ضاعت مني. وكنت تعرف مضمونها؟ لا، الرسالة كانت مختومة. وايه اللي خلاك تخاطر وتحمل رسالة ما تعرفش مضمونها؟ أي راجل يعرف معنى الشرف كان عمل اللي عملته. الممثلون العظماء كثيرون، لكل منهم مكان وزمان للتألق، فالبعض أبدع في الدراما والآخر في الكوميديا، لكن ممثلا واحدا صعد فوق إطار المنافسة طوال حياته المهنية، واستطاع أن يتربع على عرش البطولة المطلقة لأنجح الأفلام في كل زمان ومكان، فأحبناه وكرهناه وضحكنا وبكينا معه. وحش الشاشة فريد شوقي. ما تبصش تحت رجليك، بص دايما لقدام. اديك شايف حسين بيعملوا ازاي، عشان كده بيحبوه. انا هفوت على المعلم مرسي واخده عشان نروح لمحسن نهنيه، اصله فتح مدبغة ابوه. ولد فريد شوقي عام 1920 للسيدة زينب بالقاهرة، ونشأ بحي الحلمية الجديدة، وحصل على الابتدائية ثم دبلوم صنايع، ثم حصل على دبلوم من مدرسة الفنون التطبيقية. هو من الممثلين القلائل الذين لعبوا أدوار الخير والشر بنفس الإبداع. شايلين السلاح ليه؟ رايحين نخلص على ولد سعفان وشرح حاجة، افتكرناهم قتلوه وانا بعت اخوك سالم على هناك. يعني سالم في نشأ سعفان؟ ايوه، عشان يجيب لنا الخبر الاكيد وبعدين نعرف شغلنا. ليه كده يا ابوي؟ لما نلحقه قبل ما يتهور ويجيب لنا مصيبة. هذا الأمر الذي جعله يواصل تألقه حتى بعد انتهاء عصره كفتوة، إذ أهلته إمكانياته أن ينتقل بسهولة للعب دور الرجل الطيب كدوره في فيلم إعدام ميت. طبعا أنت عارف كل التطورات اللي حصلت معاك، عارف أول لقاء لك مع أبويا مهم جدا، هتكون نتيجته يا تسهل المهمة عليك يا هتبقى مستحيلة. هو وحش الشاشة، الملك وملك الترسو. وعبير هيفاء القوام كأنها فلك مشرعة على الأمواج.
السلام عليكم. اتفضلوا خدوا راحتكم، اتفضلوا اقعدوا براحتكم. اقعدوا. اهلا وسهلا بكم يا جماعه في مهرجان همسه للادب والفنون في دورته السادسه. مهرجان همسه لما ابتدى ما كانش بس الهدف منه ان احنا نكرم الفنانين والمبدعين، لا هو كان مبني على حلم. يعني الحمد لله اتحقق جزء كبير من الحلم دوت، وان شاء الله يتحقق بقيه. الحلم كان ان احنا نلم شمل فنانين ومثقفين الوطن العربي تحت شعار المهرجان، وهو السياسه بتفرقنا لكن الفن دايما بيجمعنا. يا ياسر انت تعمل اللي انت عايزه. ياسر تعمل اللي انت عايزه. ده مرد ده يا راجل عشان حبيبي. لكن الموضوع مش بس حلم، لا هو كمان رساله مهمه جدا، وهو ده اللي مطلوب من اي مهرجان بيتعمل، ان هو يكون فيه رساله بنوجهها. ورساله المهرجان هي الكلمه هي القوة، والفن هو الكلمة. فالفنانين يعني ممثلين، مخرجين، أدباء، شعراء، سيناريو، إنتاج، تصوير، هم دول أصحاب الكلمة. هم دول اللي في إيدهم إن هم يغيروا مصير الأمة. هم دول اللي في إيدهم إن هم يبنوا الأمة. إن شاء الله الفن يقدر يبني الأمة كلها. أنا دلوقتي أحب بيكم ومعاكم، أرحب طبعا بيكم الأول في افتتاح الدورة السادسة من المهرجان، وبيكم ومعاكم إن شاء الله نبدأ فعاليات المهرجان، مهرجان همسة للأدب والفنون. والآن كلمة الرئيس الشرفي لهذه الدورة النجم الجان مدير المال، الفنان، الإنسان، الأستاذ والدكتور فضايح حبيبي، ويعني بحبه جدا أستاذ عادل أبو مساء الخير على حضراتكم كلكم، سيداتي سادتي، زملائي وحبايبي واخواتي، كل حاجه ليا في الدنيا، الفنانين الموجودين كلهم من غير ما اغلط العاده واعق وانسى ناس واكذب على ناس وكده. انا بيسعدني جدا ان انا اختاروني السنه دي ان انا اكون رئيس الشرفي مهرجان همسة السينمائي، ويسعدني اكتر الناس اللي متكرمه السنه دي، لان انا اعتقد ان كلهم وبدون استثناء يستحقوا التكريم ده، وغيره 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 وغيره. لان مهما حكيت لكم قد ايه التكريم ده بيسعد الفنان اللي بيتكرم مش هقدر اقول لكم. يسعدني اكتر واكتر ان السنه دي على او ديديكيشن للمرحوم الفنان الكبير اللي اسعدني، وانا كنت بحبه حب غير طبيعي
أستاذنا كلنا الفنان الكبير فريد شوقي. طبعا مش عايز اطول عليكم، لكن زي ما قلت لكم انا يسعدني ويشرفني ان انا اكون موجود في وسط حضراتكم كلكم النهارده. الف شكر لاداره المهرجان، الف شكر لحضراتكم، الف شكر لزملائي وحبايبي اللي موجودين معانا النهارده الفنانين مصر والعراق. شكرا. احلى حاجه من الاستاذ ايمن طويل زي ما محتاجش ان انا اظبط المايك زي ما هو. دلوقتي كلمه رئيس المهرجان استاذ فتحي الحسن. مساء الخير عليكم جميعا. كل مرة أقول أحضر كلام وأطلع أقول كلام وأكسر الدنيا، وطلع إن أنا لا بعرف أحضر كلام ولا بعرف أكسر الدنيا، وأطلع كده أهبش أقول أي كلام. أنا زي ما بقول كل مرة مش هقول سعيد بيكم بس، لا أنا يكفي عايز أقول لكم مساعدتكم اللي أنتم النهارده موجودين معايا هنا تحافظ على كل ما أعمل من مصاعب التقامة بتاعت المهرجان. في الحقيقة أنا هقدم شكر لكل الموجودين، شكر للإخوة أصحاب الكلمة الشعراء والكتاب اللي أصبحوا النهارده بيتنافسوا. إحنا على فكرة لما عملنا المهرجان ده أنا عملته عشان إن مصر فيها مهرجانات كتير قوي، في للفن وفي للمسرح وفي التمثيل وفي حتى كمان مهرجانات المحشي والملوخية. فأول حاجة موجود في مهرجان ثقافي في مصر، مفيش ولا مهرجان ثقافي في مصر. فقلت أعمل المهرجان الثقافي ده عشان يكون قبلة للمثقفين مش في مصر بس، لا في الوطن العربي بالكامل. وما كانش ينفع المهرجان الثقافي يكون ثقافي واحد، لازم يكون ثقافي وفني، لأن الاثنين ما ينفصلوش عن بعض نهائي. لا كلمة بدون غنى وتمثيل ولا تمثيل بدون كلمة. فعشان كده أنا برحب بكل الإخوة الأدباء والشعراء اللي فازوا بمسابقات خمسة مختلفة وموجودين هنا من عدة دول عربية، بشكركم جدا. بشكر بقى كل الفنانين. على فكرة هقول وأكرر اللي بقوله كل مرة، أنا مش جاي أكرمكم إيه والدنيا كلها مكرماكم. لا تكريمي هيديكم ولا أكيد. أنا النهارده جاي أقول لكم باسم كل واحد على قدام شاشة التلفزيون يستناكم ويبتسم وينسى هموم اليوم، ينسى التعب، ينسى الشتاء، ويستناكم عشان يتفرج عليكم وينبسط ويصبح يكلم صحابه ويقول اتفرجت على الحلقه النهارده، شفت رحيم، شفت عامر، شفت عبد العزيز، شفت دنيا، ويقول له المطلوب اللي بيعمله اليوم. فده هو ده اعتقد ان من حقنا ان احنا نقول لهم شكرا على البسمه اللي بتحطوها على وجوه كل الناس. حقيقي احنا مش مترفين، انتوا بتكرمونا بوجودكم معانا. عايز اقول شكرا برضه لناس كتير، شكرا للراجل اللي دعم هذا المهرجان. الحقيقه احنا مهرجان بيدعم من اي مكان. هذا الرجل الذي دعمنا لمجرد انه عارف انه مهرجان للثقافه والفن مع بعض، دكتور حاتم نعمان. انا بشكرك جدا يا دكتور، وبقولها على الملأ لاولاد النهارده ما كناش موجودين النهارده. اشكرك. شكرا للساده الاعلاميين
الساده الاعلاميين اللي بيتعبوا ويجوا ويعافروا ويخشوا عشان يغطوا المهرجان، قد يكون معهم دعوه وقد لا يكون، ولكن هم حريصون على انهم يكونوا موجودين، مش عشان بيعملوا شغلهم بس، عشان المهرجانات ما تفتحش من غيرهم على فكره. شكرا للساده المصورين. شكرا لكل شخص السينما واقف بيصور. عايز اقول لكم برضه انا بشكركم لان انا على فكره كنت مصور وكنت زيكم في الاول، ولولا السن ما كان زماني واقف دلوقتي مكانكم شايل الكاميرا وواقف بصور وواقف شايف باصص لياسر جلال. كنت بحب احلى كادر له وهو قاعد موطي كده باصص، بس انتوا بصيتوا مش بصيتوا. كنت زماني دلوقتي بصور زيكم. شكرا لكم انتم من غيركم برضه انتوا عارفين ان انتوا قوه لا يستهان بيها، انتوا الاساس كل مهرجان، لولا صبركم ولولا كل حاجه بتعملوها ما كانش في مهرجان. واسمحوا لي بمناسبه الكلام عن الاعلام والاعلاميين وقبل ما اسيب المنصه دي احداث على الروح الزميله اللي توفت امبارح واليوم جاي من دول صاحب السنوكي شرح فيها وعشان اقدر عليكم بقى مسؤولين على عندنا فرصه للجميع ان انا ادور بس على الحته الاخيره اللي بتقول القصه دي. اشكركم بالفكره. والان مع كلمه داعم المهرجان دكتور حاتم نعمان. هيلقيها الدكتور كبير صبري. اللي اعطاني الفرصه ويتم تكريمي وسط باقه من اجمل باقات النجوم الفنانين والكتاب والادباء الموجودين الان، وفنانين الزمن الجميل اللي ما بنشوفش فيهم على الشاشه الا كل وقار واحترام وابعد ما يكون عن الابتذال ولغه الافلام السوق، الافلام التجاريه التي تعتمد على الاسفاف والانتقاد. فالموجودين نخبه بنشوف منهم روائع الفن الجميل، وانا بشكركم جدا جدا، وانا بهدي اي تكريم ليا لشهداء مصر الابرار من القوات المسلحه والشرطه والشرطه الشهداء والسيد الرئيس الجمهوريه اللي لا يكل ولا يمل بمنفذهم في كل اداره شؤون الدوله. واشكركم وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. والآن مع تكريم لجان تحكيم المهرجان، وندعو الفنانة سهير المرشدي لتسليم الجوائز.
والآن مع تكريم والآن مع تكريم لجنة الأدباء والشعراء. الشاعر اقعدوا يا اخوانا. احنا اسفين. الشاعر سلطان الهاروسي رئيس لجنة تحكيم الشعراء. الشاعر علي مكتوب عضو لجنة تحكيم المهرجان. السيناريستا الليبي أنيس بوجواري عضو لجنة تحكيم المهرجان. هو أنا قلت اسمه غلط فخرج مع بعض؟ هو في ليبيا يجي بالسلامة أنيس بوجواري. العميد محمد هيكل عضو لجنة تحكيم المهرجان. الشاعر أصلان أبو سيف عضو لجنة تحكيم المهرجان. الشاعر عنتر إيلات عضو لجنة تحكيم المهرجان. الكاتبة إيمان قنديل عضو لجنة تحكيم المهرجان. الشاعر محمود يونس عضو لجنة تحكيم المهرجان. الشاعر عاطف الكندي عضو لجنة تحكيم المهرجان. الشاعر عصام خليفة عضو لجنة تحكيم المهرجان. محمد عبد الهادي عضو لجنة تحكيم المهرجان.
محمد هجرس عضو لجنه تحكيم المهرجان. الكاتبة وفاء العمدة عضو لجنة تحكيم المهرجان. الكاتب والسيناريست نادر خليفة عضو لجنة تحكيم المهرجان. الشاعرة العراقية أمل الصامرة عضو لجنة تحكيم المهرجان. تكريم خاص للأستاذ جاسم الزعابي. من دولة أبو ظبي الفقير. جاسم الزعابي كاتب واعلامي واستاذ في ادب الاطفال كمان. والآن مع المطرب خالد السعد. من أبو ظبي برضه. يتسلمها عنه ابنه.
والآن مع تكريم نخبة الشعراء والأدباء الذين فازوا بمسابقة أمسى للأدب والفنون. من طول عمري دايما وانا صغير نفسي اطلع رسام، بس ما نفعش خالص، ده دمر الدنيا، البيت حيطانه كلها كانت جشعه فمنعوا عني الالوان وحطموا لي حاجه. هنقدم جائزه الرسم والفائز بمسابقه الرسم الفنان صلاح زين علي من العراق. جائزة خاصة للرسام محمد العشري. على فكرة محمد العشري حاجة خاصة جدا، هو شبه كفيف وبيرسم، بيقعد سألته انت بترسم ازاي؟ قال انا بعرف الابيض والاسود والاحمر والباقي بخلي حد يقول لي ايه هو اللون وبجرب. هو بيشوف حوالي في الشمس متر ومع ذلك بيرسم ملاحظاته كويسه جدا، ولذلك احنا تشجيع اليوم قررنا نيجي نكرمه النهارده. أول حاجة في الفن بتتجاه هي السيناريو، لأن بيبقى هو ده أساس نجاح العمل أو لأ. فدلوقتي فائزين بمسابقة السيناريو والحوار بالمركز الثالث السيد عبد الكريم من مصر. إذا سمحتوا يا جماعة نقعد علشان نبقى شايفين مين اللي بيتحرك في الصالة فنعرف. الفائز بالمركز الثاني حكيم ريبع من الجزائر عرض جميع. الفائز بالمركز الأول بدري مخلوق من العراق، ولكن للأسف هو ما قدرش إن هو يبقى معانا النهارده بسبب موجود. ما شاء الله. الفائزين بمسابقة الرواية بالمركز الثالث يوسف حسين من مصر.
اللجان. النبي الثاني بالمركز الثاني إيهاب بدوي من مصر. بدوي إيهاب بدوي من مصر عن رواية البصرة. الفائز في المركز الأول محمد نجيب مطر من مصر. جائزة الرواية المميزة مصطفى السبع. يتسلمها بالنيابة عنه ابنته شهد. الفائزين لمسابقة القصة القصيرة بالمركز الثالث رشيدة محداد من المغرب موروكو. المركز الثاني مناصفة بين سلمى السرايري ورنا العسيري من سوريا. ورنا للأسف ما قدرتش تيجي لظروف رجعانية. هي وسلمى الاثنين ما يفهموش. الفائز في المركز الأول فوزية عبد الحمزة من العراق. تقديم القصة المميزة محمد غانم من مصر. الفائزين بمسابقة الخاطرة بالمركز الثالث مناصفة بين عصام حمزة بخش من السعودية، ماريا بوشايمة من الجزائر. المركز الثاني صابرين علي صالح من اليمن.
الفائز إذا سمحتوا يا جماعة نلتزم بأماكننا علشان المكرمين مش عارفين يطلعوا على خشبة المسرح، وبكده احنا ممكن نقعد لحد الساعة 6 الصبح. فإذا سمحتوا نلتزم بأماكننا. الفائز في المركز الأول عمار نصرات من الجزائر. الفائزين بمسابقة الشعر العامي في المركز الثالث محمد غانم. عايز تاخدها عادي. المركز الأول مناصفة بين نادية محرم الجماعي ومن مصر وأسامة عبد العزيز الأسد. جائزة القصيدة المميزة في الشعر العامي لرضا محمد زيادة. الفائزين في مسابقة الشعر النثري بالمركز الثالث مناصفة بين سمرة أحمد عنجلي من سوريا الفائزين في مسابقة الشعر النثري في المركز الثالث مناصفة بين سمرة أحمد عنجلي من سوريا ومريم عبد الأحمد من سوريا. وما استطاعوش ان هم يجيبوا. المركز الثاني رفيق جالون من الجزائر. المركز الأول مناصفة بين صابرين علي صالح من اليمن وعليا محمد علي من العراق. جائزة القصيدة المميزة في الشعر النثري لسمير علام من مصر. أميرة علام من مصر. الفائزين في الشعر التفعيلة المركز الثالث محمد الصبحي أحمد من مصر. المركز الثاني مناصفة بين عبد الحميد عبد الرحمن حسن عويس من مصر وفارس عبد الله بعدوش من سوريا. المركز الأول محمد متولي طه شريف من مصر.
جائزة القصيدة المميزة في الشعر التفعيلي راسم المرواني من العراق. الفائزين في مسابقة الشعر العمودي: الفائز الثالث مسطور أحمد الحارثي من السعودية. حضرتك مستلمة عن أستاذ مسطور. المركز الثاني طه متولي العواجي من مصر. من مصر دقيقة. الفائز في المركز الأول كريم دريزي من الجزائر. صورة جماعية يا جماعة لو سمحتوا. ده تكريم للاستاذ فتحي الحصري قادم السعوديه من الاستاذ عطان بكر. الف مبروك. تكريم خاص المطربة الأمريكية إليسا ليبك، هي في زيارة لمصر وقررت إن هي تيجي المهرجان وتقدم لنا أغنية جميلة من أغانيها. Special thanks to the American singer Elisa Levy. هتمضي علينا بالكلام.
It's such an honor to be here tonight with you. السلام عليكم، بقول لكم صبح يا عم الحاج، وهي فخوره جدا ان هي تبقى I say this with all honesty. I love Egypt and I love your culture and your talent is amazing. بتقول لكم ان هي بتحب مصر جدا وبتحب موهبتكم وبتحب الثقافه والحضاره المصريه جدا. I'm a part of the film community in San Francisco, USA, and so I know what it takes to put films together. It's a lot of hard work, and so I want to congratulate all of you for your hard work and for the people who put on the festival. بتقول لكم ان هي جزء من السينما في الافلام القصيره، مهرجان الافلام القصيره بسان فرانسيسكو، وبتحيي اداره المهرجان ان هي قدرت تنظم كل دوت، وهي عارفه كويس جدا ان الموضوع صعب جدا. فبنحيي جميع من فازوا اليوم لان هي عارفه قد ايه دوت مجهود كبير جدا. And also, of course, El Hotri, for sure, and all of the festival team makers. I thank you very much. Thank you. بتسلم علينا كلنا وبتقول لنا تحبكم تحبكم. والآن مع حبايبنا كلنا نجوم الفن تكريم هو تكريم فعلا. نرجع نستأنف. تكريم لجان تحكيم الدراما. أولا أخويا الكبير وحبيبي وصديقي، ولما بحب نصيحة بلجأ له على طول، لسه ما قلتش الأستاذ أشرف فايق رئيس لجنة التحكيم المصري. تصعد الأستاذة هويدا نصيب لتسليم جوائز المهرجان. إذا رئيس المهرجان. وعضوية أولى من الإعلامي إمام عمر. والسيناريست عاطف بشاي. حبيبي جامد قوي شايفه الاعلامي سمير الفقيه. شكر خاص لرئيس لجنة الدورة السابقة أستاذ حسني صالح.
يعني التكريم اللي جاي ناس غنية تماما عن التكريم، كفاية أعمالها اللي بتتكلم عنها وكفاية حضورهم في أي عمل ده بينجح أي عمل. أبدأ أولا بالفنان الكبير حسن حسني. والجواب المرضي هو مش بيتكلموا النهارده بس هيتكلموا عنه حسن دول. التكريم القادم لفنان اخ اكبر ليا وحبيبي وصديقي، ويعني زمان قوي واحنا نعرف بعض، حد بيعشق السينما وتواجده في السينما فقط هو اشباع كافي ليه. الفنان عمرو عبد الجليل. بتاعي يا سماح، سامحيني يا بنتي وارتاحي في نومتك. من يوم ورايح كل يوم هتلاقيني عندي، هتلاقيني كل يوم. سلامة يا حبيبتي، سلامة يا ضرورة. سلامة. شكرا ليكم وشكرا لإدارة المهرجان، وعايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه كل عام وانتم بخير. هو بيتكلم عليكم ويقول لكم مشاكل جدا لحضوركم وفي نفس الوقت الفنانه اللي جايه تقدمها كبرنا واحنا بنتفرج عليها، بنحبها جدا، شفتوها من شويه وهتشوفوها دلوقتي حالا. سيدة المسرح الفنانة سهير المرشدي. ولدت ونشأت في مدينة طنطا محافظة الغربية. تزوجت من الفنان القدير كرم مطاوع وأنجب ابنتهما وهي حنان مطاوع اللي بتعمل أيضا كممثلة. فنانتنا نشأت في طنطا ثم انتقلت مع العائلة إلى القاهرة، تحديدا إلى حي الحلمية الجديدة، والتحقت بمدرسة الحلمية الحضرية للبنات. والدها هو المرشدي بك، ولها أعمال متميزة مثل أكثر من القلق. قلبي يحدثني وقلما يخطئ قلبي أن كارثة توشك أن تقع إن لم تكن قد وقعت بالفعل. ماذا حدث لأوزيريس؟ خرج من قصره البارحة. ولأن تكريم فنانة أنا شخصيا بحبها جدا. فنانة أكيد كلكم بتحبوها، لو ما بتحبوش ده لوحدكم مشكلة خاصة، بس أنا عن نفسي بحبها قوي. الفنانة أحلام الجريتلي.
ولدي راح، ولدي ضاع. ارتحت يا هتلر، اطمنت على حبيبتي الجاي. التكريم اللي جاي آخر تكريم في الجزئية ديت للتصوير لعلم من أعلام التصوير في مصر. حاضر أمير الاثنين. فنان أحمد طريقي. تكلموا بالنيابة عن ابنه إيهاب توفيق. جائزة أحسن موسيقى تصويرية أخويا الكبير وحبيبي خالد حماد عن مسلسل عوامل خفية. جائزة أحسن سيناريو وحوار محمد سليمان عن مسلسل رفاعي. جائزة أحسن سيناريو وحوار إخواتي ودفعتي في المعهد محمود حمدان محمد محرز أمين جمال عن مسلسل عوامل خفية. أنا مش برمي الناس بالتهم، بس أنا متعود أقول الحقيقة وهما متعودين يكذبوا. للأسف هم جايين في الطريق اللي على وصول إن شاء الله. جائزة أحسن مدير تصوير علي عادل عن مسلسل رفاعي. جائزة أحسن مخرج كوميدي هالة خليل عن مسلسل الحجم العائلي. بهوى مننا ومش هنعرف نلمها. أعمل لكم برنامج يجنن. أنا سترونج اندبندنت وومن. قلت لك أهم عضو في جسم الإنسان هو ده. احنا في مركب واحد وانت اللي نطيت من المركب زمان. اللي في حياتي جائزة أحسن مخرج دراما رؤوف عبد أستاذ رؤوف عبد العزيز مسلسل فوق السحاب.
جائزة أحسن مخرج دراما إبراهيم فقرة عن مسلسل رسائل. أحسن مسلسل لشركة بيلي للإنتاج على مسلسل وصية. جائزة أحسن ممثل شاب توني ماهر عن مسلسل رحيم. لا ده رمز مريم. مصر الجديد كده جائزة أحسن ممثل شاب أحمد عبد الله محمود عن مسلسل طايع. ونحن الحبيب الله وموضوع موت بنت العمدة الجاسر. جائزة أحسن ممثل شاب محمد عز عن مسلسل نسر الصعيد وعوالم الخفية. انت اللي بتقول ايه يا ابويا؟ جائزة تقديرية للفنان شقي واخويا وحبيبي رامي وحيد عن مسلسل سلسال الدم. يا رومين يا رومين. والله محدش علمنا نخش مقام الزحمة ونقول السلام عليكم. جائزة أحسن ممثلة شابة مريم غيثي عن مسلسل ضايع. جائزة أحسن ممثلة شابة هند عبد الحليم عن مسلسل عوالم خفية. انت نوران؟ انا بدور عليكي بقالي كتير. اشمعنى؟ انا اعرف والدتي. تعرفوه امان؟ لا امان مش والدتي. جائزة أحسن ممثلة شابة ندى الفقيه عن مسلسل رسائل. بنت كيوت عايشة مع عائلتها كلهم ولاد. هي المفروض ان هي كيوت وشقية في نفس الوقت. تجربة حلوة جدا. مسلسل مبسوطة ان انا فيه ومامي كمان جميلة جدا معايا. تكريم خاص لدكتور حاتم النعمان داعم المهرجان. هو
دلوقتي زي ما بنقول في الصالة. وأستاذ سمير صبري. المحامي الكبير سمير صبري. صورة جماعية يا جماعة بعد إذنكم. صغيرين قدام وكبار ورا. يلا. لسه التعليم الجديدة كلها جاية، ما تستعجلوش. هذا الجلوس اللي زي ما بيقولوا في الصالة. جائزة أحسن ممثل دور تاني عن مسلسل رحيم طارق عبد العزيز. ازيك يا ابو ناسا؟ مش عارف مين؟ ايه اللي عملتوه ده؟ عملتوا ايه يا اسمنت رجاله؟ انتوا ماسكين رايحين ليه؟ مش عارفين مين ده يا رجاله؟ اصحاب المكان وقمر الزمان. جائزة أحسن ممثلة دور تاني أختي وحبيبتي عن مسلسل رحيم دنيا عبد العزيز. يا دنيا يا دنيا. يطلب مني فلوس كل يوم، وفي الآخر راح حكى لسيد عن كل حاجة. ده هما كانوا صحاب ساعتها. سيد كده ساعتها وقال لي انسي ابراهيم ده خالص، كأنه ما ظهرش في حياتي. فعلا ابراهيم سافر ومبقاش يكلمني تاني. وفي الآخر راح حكى لسيد عن كل حاجة. ده هما كانوا صحاب ساعتها. مبروك يا دنيا. ايوه يا دنيا. جائزة أحسن ممثلة دور تاني عن مسلسل طريق الفنانة سلوى محمد علي. كده النساء ها؟
جائزة أحسن ممثلة دور تاني عن مسلسل ليالي أوجيني أسماء أبو اليزيد. جائزة أحسن ممثلة دور تاني عن مسلسل رحيم الفنانة رانيا فريد شوقي. للأسف مش موجودة معانا. جائزة أحسن ممثلة عن مسلسل نسر الصعيد حبيبي 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 وماما ماما ماما الفنانة وفاء عامر. فرصة يا فرصة. انا مبسوطه جدا ان كل زملائي طلعوا على المسرح فعلا يستحقوا التكريم. ده مهرجان محترم بجد ما بيطبطبش على حد، ولان الجايزه دي غاليه عليا جدا جدا انها جايزه فعلا جايه من مهرجان محترم. وفي حدث سخن حصل امبارح، الصحفي والفنان واخدين لعبه واحده. وهند الله يرحمها كانت من الصحفيات المحترمين جدا. اسمحوا لي اني اهدي الجايزه دي ليها، وده اقل حاجه ممكن اعملها في يعني ايه ده لروحها. على فكره هي ماتت وهي بتعمل شغلها، يعني كانت بتخدم الفن، فمش كتير عليها ابدا جايزه زي دي. جائزة أحسن ممثلة وأحسن أخت كبيرة بالمناسبة عن مسلسل الرحلة الفنانة حنان مطاوع. كويسة شفتها يا خالد؟ حنان مطاوع محتكرة مهرجان همسة بقالها 3 سنين، محتكرة جوائز مهرجان همسة. يا رب الكفة والرابعة والخامسة والسادسة. جائزة أحسن ممثل مهما قلت فيه مش هتكفيه. أخ أكبر وزميل عمل محترم محترم محترم، وحد من أجمل البشر اللي ممكن تقابلوهم في حياتكم، عن مسلسل رحيم الفنان محمد رياض.
جائزة أحسن ممثل. قبل أحسن ممثل النبي عايز كلمة بسيطة. الناس اللي تعبت في المهرجان دي اللي هي أسرة همسة. بعد جائزة أحسن ممثل ما حدش ينصرف عشان هنكرم الأسرة اللي تعبت جدا وعملت الشغل ده. تدونا بس 5 دقايق تقعدوا معانا عشان ناخد كلنا صورة جماعية. جائزة أحسن ممثل. الراجل اللي نص رجالة مصر لعبوا جيم عشان يبقوا شبهه. الراجل اللي ستات مصر كمان ربت دقنها عشان تبقى شبهه. الراجل اللي ما بيرحمش حد. عم مسلسل رحيم الفنان ياسر جلال. وبرضه الكاميرا الثانية ياسر جلال. هو قال لي على فكرة الكاميرا الثانية أنا هكون معاك السنة الجاية. وفعلا بقى معايا السنة الجاية. محدش يزعل مني سبتكم ومشيت. اشوفكم بخير وافتكروني وسايب ذكريات وكلام الحواديت. اشوفكم بخير وسامحوني محدش يزعل اني سبتكم ومشيت. اشوفكم بخير وافتكروني. على فكرة المشتركين بيحبوا بعض كلهم ما شاء الله. الصورة الجماعية ناخدها سلسلة. تغيير وسط المهرجان بعد اذنكم بقى ممكن المركز الصحفي احمد حمدي، اسماء، حسين انسي، احمد حمدي، تكريم أسرة مهرجان همسة في دورتها السادسة. درجات الفلوس شكل المفروض العميد محمد هيكل جاب لي خبر دلوقتي اللي هو موجود وكنت متأكد. العميد محمد هيكل عضو لجنة التحكيم العامية فين هو؟ يا جماعة مهرجان لسه محلول.
وسيدنا العميد محمد هيكل، الشاعر العميد محمد هيكل. هاني عبد ربه وشريف عبد ربه وسيد عبد ربه. طلب ايه؟ طلب ايه؟ سيد عبد سيد في الشغل عندك تفريق ايه؟ يا شريف عبد ربه عندك تفريق دورك في الخروج. سيادة رئيس المهرجان الدكتورة هويدا نصيب. الشاعر ياسر فريد. والشاعر عصام الرفاعي. ياسر رجلك بالخطاب الخطابي. محمد عبد الغني مخرج الحلقة. رانيا جمال. رانيا كمال مديرة العلاقات العامة في المهرجان. صورة جماعية.
مقدم الحفل اللي يكون الاول زميلكم سليم زميلي اول مقدم اللي استمع النهارده عمر خرشي. ربنا يخليك.